وبس. الشخص الناضج عنده قدرة على التكيف مع الظروف، عنده مرونة في التعامل مع أي حاجة في حياته، ده بيكون واضح في الشغل مع الزملاء والرؤساء، وكمان في الخدمة الكنسية مع الخدام والمخدومين. الشخص اللي عنده نضج عنده نفس المرونة دي في حياته الزوجية، وبيقدر يتكيف مع أي صعوبات أو تحديات في الزواج. الإعلام دايما بيصور الزواج إنه قصة حب رومانسية فيها فسحة وخروج وحاجات حلوة، لكن الحياة الحقيقية فيها مشاكل وصعوبات زي ما فيها لحظات حلوة كمان. المرونة في التفكير دي بتخلي السلوك إيجابي، والقدرة على التكيف بتساعد على التفاهم والتوافق بين الزوجين. أما لو مش قادر تتكيف هتحس إنك مش مفهوم من شريكك، وهتحس إن البيت مش مكانك المريح. من أسباب المشاكل الزوجية كمان هو ضعف ضبط النفس، يعني الشخص اللي مش قادر يوازن بين عقله وعواطفه. ضعف ضبط النفس بيخلي الشخص يستسلم لأهوائه ويعتمد على مشاعره أكتر من عقله في اتخاذ القرارات، وده بيخلي تقييم الأمور مش دايما صح، وبكده تبدأ المشاكل. كمان من أسباب المشاكل الزوجية إن الشخص مش قادر يعطي من نفسه. الحب في الزواج لازم يكون حب ناضج، مش حب طفولي بيعتمد على الأخذ بس. الحب الباذل هو اللي بيتعلمه الشخص لما يحب، زي السيد المسيح اللي أعطى نفسه من أجل الكنيسة. من أسباب المشاكل الزوجية برضو هو عدم نضج العلاقات الاجتماعية، يعني لو الشخص نجح في علاقاته مع أهله والأصدقاء ده بيأثر بشكل إيجابي على العلاقة الزوجية. لو الشخص عنده نضج في علاقاته مع زملائه في الكنيسة وفي الشغل ده مؤشر إنه مستعد لعلاقة زوجية. لكن كمان من مؤشرات النضج الشخصية هي النضج الجنسي، زي فهم الشخص لموقفه من الجنس الآخر ورؤيته للزواج والأسرة. كمان النضج الروحي مهم جدا، يعني علاقة الشخص الحقيقية مع ربنا وسلوكه المسيحي بعيد عن التدين الشكلي. في الختام عايزين نقول الزواج مش مجرد قصة رومانسية، لكن رحلة فيها تحديات وصعوبات. كلما كان الشخص ناضج كلما كان قادر على التكيف مع هذه التحديات والعيش مع شريك حياته في تناغم. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هوليسوف.